اذا كنتي عروسه جديده ولا رايحه عروسه ان شاء الله، اسمعي مليح وش رايحه نقولك. اول نصيحه نقدمها لك هي: قيمي روحك، يقيمك راجلك ويقيموك ناس دارك، وحطي في بالك الا حقرتي روحك اللي يجي حقرك سوا راجلك ولا ماليه. تاني نصيحة: تهلاي في روحك وكوني عند روحك، ديما حطة وديما زلة، ومتقوليش خلي يشوفوني على طبيعتي، على خاطر المظهر يلعب دور كبير بزاف. النصيحة الثالثة: أسرار داركم تولي تقوليهم لراجلك. سر داركم يبقى في داركم. العام الاول تاع الزواج تاعك ديريها عام التاست، نشوفو نسمعو ما نهدرش. كوني تقيلة ورزينة ومتمدي حتى احكام على اي شخص، واذا مديتي رايك مديه باحترام، اهدرة زايدة. عجوزتك ماهيش امك وانتي ماكيش بنتها، ولكن عامليها بما يرضي الله واحترميها. ادخلي بالنية وما ديري حتى شر في قلبك، ما تكونيش نية بزاف حتى ياكلوك، وما تكونيش ستوته حتى يكرهوك. خصوصياتك واسرارك بالك واحد يسمعهم، وحياتك مع راجلك تقعد بينك بينو برك. جامي تشكيل دار راجلك من راجلك، هو ولدهم ويبقى ولدهم وانتي تبقاي بنت الناس. سلافاتك ماشي خواتاتك، متبقايش تخلطي في الهضرة وتدي وتجيبي في الهضرة وتولي مكروهة في نص لافامي. علاقة السلفة ومرت الأخ تبقى طيبة ان شاء الله بلا مشاكل، وما تدخليش وتخرجي في الهضرة، وكل واحد يعيش عزيز. الاحترام ثم الاحترام الهي في حياتك انتي وراجلك، وما تدخليش روحك في امورات ما تخصكش وما تعنيكش. مشاكل داركم، مشاكل صحاباتك، مشاكلك مع لافامي، الصدمات اللي فوتيهم في حياتك، هادو كامل خليهم وراك، خليهم في داركم وروحي لدار راجلك. ودرك نعطيك نصيحة من ذهب: كي تكوني في بداية الزواج راجلك راح يكون مخلوع فيك ويدير اي حاجة باش يرضيك، ما لا تستغلي هاد الفرصة الذهبية لصالحك، وعلميه مهارات راح يفيدوك في حياتك مستقبلا، سورتو كي يجيو الولاد. اول حاجه نوصيك: كي يقضيلك راجلك للدار اشكريه ودعيله بالخير، وقولي له كلمه طيبه، وقولي له ربي يسترك وربي يزيد من رزقك، لانه الكلمه الطيبه عندها تاثير مليح بيناتكم. مام هو راح يتعلم كي طيبي ولا ديري حاجه مليحه راح يشكرك ويقولك نفس الكلام. علميه من الاول نظام البيت اللي راكي حابته نتيا. مثلا كل واحد يدخل للدوش ولا التواليت ينظف من وراه. مثلا كي يكون برا ويدخل صباط وحاشاكم ينحي في الباب ويلبس ترباقة تاع الدار. الماكلة تكون في الكوزينة، ما كانش في الصالو وما كانش في البيت. ولفيه وعلميه في الاول باللي انتي وش تحتاجي من الاولويات. المصروف الخاص بيك حاجة مهمة وما تلعبيهاش تحشمي. واي حاجة حابة تشوفيها في راجلك وحابة راجلك يديرها لك علميها له من الاول. الراجل كيما تولفيه كيما يوالف كيما يخرج. تعلمي إدارة المال، كيفاه تسيري دراهم دارك، ما تخليش دارك فارغة 0 دينار، ونهار كله وانتي تبعي في اللبسة والماكياج والخرجات. تعلمي بيت الخزين، تعلمي كيفاه تنظمي دارك، تعلمي الدور تلمي الدور على خوه، وديري حاجة تفيدك وتفيد دارك. ديري الادوات اللي تساعدك في الدار وتنقص عليك تعب الدار: لي روبو، البيتران، لا فيسل، لاسبيراتور، ماشينه اوتوماتيك تلقش. نظمي وقتك، ماشي تدخلي بنهارك شوفوني هذا غسيل وهذه شطاره زايده. امشي على بروغرام اللي يساعدك ويحافظ لك على صحتك. صدقيني كي تكوني منظمه ومنظمه وقتك ما تتعبي ما تتغبني. ديري وقت ليك، اتهلاي في روحك، خليك انثى دايما وحافظي على روحك. اذا حبيتي نصائح واحده اخرى اكتبي لي في لي كومونتير واش راكي حابه، ولا كان نزيد لكم ولا كان حبيتو نزيد لكم نصائح كيما هادو واكثر، اكتبوا لي في لي كومونتير واش راكم حابين. وما تنساوش ديروا لي ابوني للقناه وديروا لي جيم لا فيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.